مستمعينا ومستمع عرب في ام في كل مكان، معاكم سارة ياسين على عرب في ام. جوه الدنيا هتلاقي الناس اللي بتقولك انا مش مسامح، وفي مقولة بتقول سماح الآخرين ليست لأنهم يستحقون أن نسامحهم، لكن لأنك تستحق أن تعيش بسلام. والحقيقة دي أنا مؤمنة بيها جدا، وبرضه مؤمنة بحاجة تانية، إن ممكن ما تقدرش تسامح، إن البني آدم بيسامح أو يغفر شيء مش سهل أبدا، ومش بكلمة وقلبك لسه شايل ومش مسامح. وما تكونش مثالي، وما تجيش على نفسك علشان تطبق مبدأ انت اصلا مش مقتنع بيه. فما تقولش مسامح وانت شايل، ويحاول يصالحك ويرضيك وترجع انت تكون شايل في نفسك. فما تسامحش وانت عارف ان اللي قدامك مش هيقدرك وهيبعد وهيزيد في غلطه، ويبقى ضامن ان هو مهما عمل هيلاقي اللي يسامحه. فما تسامحش طالما انت مش قادر تسامح. فما تسامحش طول ما في قلبك حاجة، وطول ما انت من جواك مش قادر تسامح. صحيح ربنا بيحب القاسمين الغيظ والعافين عن الناس، بس سبحان الله وتعالى ما غضش برضو عن الناس اللي مش قادرة ان هي تسامح. بالعكس، كل صاحب ليه حق، حتى المظلوم ليه حق ان هو ما يسامحش. حتى لو لسانك مسامح وقلبك مش قادر يسامح، حتى لو قلبك حاول يسامح، فربنا عالم، ربنا هينصرك وهينورك. ودايما في ناس حلوة في وسط اي حاجة وحشة حصلت لك. الناس دول بيكونوا زي الورد اللي بيجيلك على غفلة، وردة حلوة كده بتفتح بجمالها وصورتها الحزن، وريحتها بتلمس روحك كده وتنورك وسط الضلمة بإحساس هادي كده زي النسمة، يجيلك بانتعاش وطاقة إيجابية. وجود الناس الحلوة مش هو المشكلة ازاي هنحافظ عليهم، وإننا لو مش هنرويها ولا نحييها على الأقل ما نموتهاش، ما نبقاش سبب إننا نرجع نخسر ونقول إحنا ليه الناس الحلوة مشيت من حياتنا. استنوني في حلقة جديدة من برنامج جوه الدنيا. سارة ياسين.